فطار تاني يوم رمضان بقى معروف بيبقى ايه عندنا اكل من اول يوم. فقلت اعمل كده حاجة جنب الاكل. كان عندي باقي طبق رز خلطة محشي من امبارح. فقلت كده احشيه حلة كرنب صغيرة. وعملت الشوربة بقى، حطيت عليها صلصة وحطيت عليها شطة عشان يبقى سبايسي. وتبلت نص كيلو بانيه بملح وفلفل اسود ورق لورا وليمونة. وهنا بقى هسخن المحشي بتاع امبارح على المصفى. لو عندك محشي وعايزه تسويه يبقى لسه طعمه فريش كأنك لسه عاملاه، تجيبي حله تحطي فيها ميه وترفعيها على النار وتحطي على الوش مصفى وتحطي المحشي اللي عايزه تسخنيه. هنا بقى تبلت البانيه كده ليله كامله، وبعد كده رحت حطاه في البيض وبعدين في الفيجيتار، ونزلت بيه في الطاسه في الزيت السخن. والكرنب اتشرب الميه الشوربه بتاعته ورحت موطيت عليه. هنا بقى بحمر البانيه. وبعد ما بحمره بنقله من الطبق عشان الزيت. بصوا بقى كريسبي ازاي. ولما بيتبل قبلها بيوم بيبقى شارب من التتبيلة جدا كويس جدا. نزلت بقى كده بالكمية. حمرت البانيه والكرنب استوى وسخنت المحشي وفطرنا احلى فطار. بصوا بقى الكرنب. حمرت طبق بتنجان، وهنا ورق العنب، وهنا طبق البانيه مع كوباية الصوبيا بقى. وكل سنة وانتوا طيبين.